ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ان شاء الله جلاش ب6 حشوات مختلفة. باذن الله الفيديو يعجبكم. بس ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملناه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عندي هنا لفتين جلاش، يعني كيلو من الجلاش. وزنت عندي 400 جرام سمنة. ممكن سمنة على زبدة، وممكن سمنة لوحدها، وممكن زبدة لوحدها. تمام. حتى السمنة ممكن مخلوطة. سمنة بلدي على سمنة عادية، او ممكن سمنة عادية، اي نوع عندك اشتغلي بيه. بس بلاش زيت في الجلاش عشان ما ينشفوش. هاخد اول ورقة معايا وادهنها كويس قوي بالسمنة. اهم حاجة ندهن الورقة كلها يبقى فيها سمنة، علشان بعد كده الجلاش يستوي كويس ويبقى مورق معانا وطعمه حلو ومقرمش من جوه، ما يبقاش طري ومعجن. هحط ورقة تانية كمان وبرضه هسقيها كويس قوي بالسمنة بالشكل ده كده. انا ما بحطش كمية كبيرة خالص، انا يا دوب بمشي الفرشة عليها، بس الورقة كلها لازم تكون متشربة بالسمنة بالشكل ده كده. هنعمل اول حشوة معانا النهاردة حشوة البلح، ودي من اجمل الحشوات في الجلاش بصراحة، تحفة. كل حشوات النهاردة هتعجبكم بإذن الله. بس تابعوني كده لاخر الفيديو عشان الحشوات بجد هتعجبكم. افكار جديدة طبعا، بنجدد كده علشان ما يبقاش كل حاجة تقليدية، او كل حاجة يعني زي ما كنا بنعملها زمان. لازم نجدد برضو وننوع في الحاجة بتاعتنا. البلح ده انا حطاله معلقة سمنة بلدي كبيرة كده حلوة، ومشوحاه في السمنة البلدي. ما عملتش فيه حاجة اكتر من كده، بس ما رضيتش ازود الفيديو طبعا، علشان هي مش مستاهلة يعني. هلفها بقى كويس قوي بالشكل ده كده. اهم حاجة ما تكونش اللفة مهوية معاكي، تكون مظبوطة كده. وبعد كده هنلفها برضو بالراحة عشان ما تتقطعش مننا. وهاخدها اسندها في الصينية علشان ما تتفتحش في الصينية. اسندها كده في جنب الصينية. ممكن برضو زي ما هي كده وتقطعيها صوابع وتلزقيهم في بعض، مفيش مشكلة خالص. هنعمل واحدة كمان، ورقتين الجلاش ودهنة ما بينهم سمنة، وبلفها بالشكل ده. انا حاطة على البلح هنا نطرة قرفة كده بسيطة، بتنقل البلح في حتة تانية خالص، بتديله طعم حلو قوي. فلو بتحبوا طعم القرفة حطوها كده على البلح وجربوها. هنعمل الحشوة التانية معانا بالكاسترد. نفس الورقتين برضو ودهناهم كويس قوي بالسمنة. الكاسترد هنا انا عملت كوبايتين من اللبن، حطيت عليهم كيس كاسترد ومعلقة سكر واحدة، مرضتش ازود في السكر. انا حتى مش هسقيه شربات بعد كده، هنشوف مع بعض دلوقتي هنسقي ازاي. بس مش عايزة السكر بتاعه يبقى كتير. فانا حطيت هنا معلقة سكر واحدة. بس طبعا اظبطوا السكر لو عايزين السكر اكتر من كده، علشان انا بس عاملاه للبيت عندي، وجوزي بصراحة مش بيحب السكر الكتير. وكمان عاملاه عشان حماتي كنت عايزة انزلها منه، فهي مش عايزة سكر كتير، فكنت مقللة السكر خالص. لفيتها بالشكل ده كده، وبعد كده بلزقهم في بعض علشان ما يفكوش مني في الفرن. بعد ما خلصت اول صينية هديها كده بالفرشة سمنة، حاجات بسيطة كده من على الوش عشان يتحمر معايا بس ويبقى مظبوط معايا. طبعا الصينية اللي بتجهز معايا بوديها على الفرن على طول، الفرن مشغلاه على درجة حرارة 200، وحاطة الشبكة في النص. بياخد حوالي 40 دقيقة، بس طبعا بعد نص ساعة كده ابدأي بص عليه. هنعمل كده الحشوة التالتة معانا. خدت شوية من الكنافة المحمصة، النص كيلو كنافة بحط له كوباية سمنة، وبقلبهم مع بعض، بحطهم في الفرن وبقلبهم كل شوية لحد ما تتحمر معايا وتكون جاهزة معايا الكنافة. وممكن برضو تحمريها على النار. هي بصراحة كانت باقية عندي علشان كنت شغالة كيكة الهبة، فبتبقى عندي على طول الكنافة المتحمرة دي في التلاجة. زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو الهبة، انا بعشق الكنافة مع الشوكولاتة. فعلى طول هي بتكون عندي في التلاجة. سواء بقى اوردرات باقية من اوردرات او كده، بتبقى على طول عندي في التلاجة، بحطها في كيس وفي الحلة او في علبة، وبحطها في التلاجة ما بيحصلهاش اي حاجة خالص. حط على الكنافة معلقة شربات تقيل، علشان تمسك بس نفسها كده، وعلشان ما تتفرفتش جوه الجلاش. وحطيت عليها كمان شوية من الفول السوداني، بتديله طعم حلو قوي قوي. ممكن تحشيها كنافة سادة، وممكن فول سوداني مع الكنافة، او ممكن بقى مكسرات، يعني لو عندك مكسرات حطي مكسرات، هتبقى حلوة قوي. دهنت الصينية التانية معايا، وبعد كده هبدأ اقطع بالشكل ده صوابع عادية، طعمها تحفة. مش عايزة اقول لكم الحشوات كلها النهاردة اجمل من بعض.
طبعًا رمضان جاي ممكن تعملي بقى الحاجات اللي زي دي كده، تطلع في أطباق شكلها شيك كده، تبقى جميلة جدًا، مش شرط بقى الكنافة بالمانجا والحاجات دي، في ناس برضه بتحب الشرقي اللي هو الحاجات اللي زي دي. خدت شوية برضه من الكنافة وهاقلّب معاهم شوية من اللوتس، بتكون حشوة تحفة جدًا، عجبتني أوي، أوي الحشوة دي. ممكن بقى تبدّلي اللوتس بنوتيلا أو بيستاشيو، هتبقى تحفة جدًا برضه. كل دي أفكار ممكن تعمليها وهتطلع معاكِ طعمها تحفة. دي كانت رابع حشوة معانا. أنا اشتغلت بصراحة الكنافة اللي هي باللوتس، والكنافة اللي هي التانية بالفول السوداني عملتها على ورقة واحدة بس مش ورقتين. عايزة تعمليها برضو على ورقتين مفيش مشكلة خالص. عموما الحاجة اللي بلفها بورقة واحدة بس ببقى عايزاها تبقى مقرمشة كده زيادة عن اللازم، عشان عندي بنتي بتحب الحاجة المقرمشة قوي، ما بتحبش الحاجة الطرية، فكل واحد طبعا بعمله زي ما هو عايز. عملت كمان طريقة اللفة دي بالكاسترد، بقية الكاسترد لفيته بقى الشكل ده كده. هنعمل واحدة مع بعض كمان. باحط معلقة، بس ممكن تقللي شوية لأنه هو خرج بصراحة في الفرن علشان كان زيادة شوية، فممكن نقلل المعلقة دي لمعلقة صغيرة كده علشان ما يخرجش معانا في الفرن. بس طبعا هم عندي بيحبوا أصلا الكاستر كتير وكده، فمش مشكلة خالص. هلفها بالشكل ده واحدة واحدة، لفة سهلة وجميلة جدا وشيك كمان في التقديم. هنعمل كمان الحشوة اللي بالفول السوداني، بس ده فول سوداني وحط عليه معلقة من الشربات التقيل. الشربات التقيل يا جماعة يعني كوباية السكر، الكوباية السكر عليها نص كوباية مية، ده الشربات التقيل. بيغلوا مع بعض مع عصير نص ليمونة، وبعد كده بتطفي عليه وتسيبيه يبرد خالص علشان تستعمليه. انا هنا كنت عاملة كمية من الشربات بس ما استخدمتهاش كلها، عشان هوريكم دلوقتي برضو احنا سقينا ايه وعملنا ايه. انا سقيت حاجات بالشربات وسقيت حاجات باللبن. بقطع برضو صوابع بالشكل ده كده، وممكن اي حشوة من دول تعمليها في الصينية عادي خالص المستطيلة زي ما كنا بنعمله زمان، وتقطعيها عادي خالص مربعات مثلثات زي ما تحبي. عندي هنا الحشوة الأخيرة، حشوة السينابون، تحفة مش عايزة اقول لكم قلبت ريحة البيت. حطيت معلقتين قرفة على معلقتين كاكاو على معلقتين سكر، طبعا دي معالق صغيرة واتبقى منها كمان حسب بقى الكمية اللي عندك. يعني انا عملت بقية الورق اللي اتبقى معايا كانوا حوالي 6 ورقات. جبت الصينية وحطيت فيها ورقة بالشكل ده كده، علشان بس لما ينزل السكر فيها ولا حاجة ما تتكرملش وتتحرق، فعلشان كده حطيت ورقة من الجلاش تحت. هبدأ بقى اعمل في الورقات كلهم بالفرشة كده، امشي عليها الفرشة بالسمنة كلهم ال6 ورقات. عندك عدد اكبر ماشي لحد 10 ورقات، يعني العدد بتاع الورق ده هيفرق في الحجم بتاع السينابون او حجم قطعة الجلاش. وحطيت برضو في الاخر كده سمنة، وبعد كده حطيت الحشو. ممكن تحطي هنا مكسرات لو عايزة او عين جمل او اي حاجة زي ما تحبي. هلفها رول كأني بالظبط بعمل سينابون، مفيش فرق خالص. عايزة اقول لكم طعمها روعة، جربوها بجد هتعجبكم قوي. بعد ما بلفها بقى ممكن تريحيها شوية قبل ما تقطعيها. انا بصراحة قطعتها على طول علشان كنت بدخل على طول على الفرن اسويهم واخلصهم. اهم حاجة وانتي بترصيهم ترصيهم كده جنب بعض لازقين في بعض علشان ما يتفتحوش في الفرن. خلصت كل الكمية والصينية اللي تطلع احط غيرها وكده لحد ما خلصت كله. هنا الجلاش اللي بالبلح وبالكاسترد انا سقيته باللبن. اللبن حط عليه معلقتين من الشربات التقيل، قلبته كويس. ممكن تحطي معلقتين سكر لو انتي مش عاملة شربات اصلا، ممكن تحطي معلقتين سكر على اللبن وتسقي بيه، بيكون حلو جدا وبيكون سكره مظبوط وجميل. مش محتاج شربات كتير. انا خدت معلقة من النوتيلا البيضة وحطيت عليها شوية من اللبن برضو وقلبتهم كويس علشان اسقي بيهم اللي هو الجلاش السينابون. ودي الصينية التانية طلعت معايا، سقيتها باللبن اللي برضو عليه معلقتين كده من الشربات. طبعا السكر انت متحكمة فيه زي ما انت عايزة،
عايزة تسقي شربات بس، اسقي شربات بس، عايزة تسقي لبن وعليه معلقتين شربات، بيكون حلو جدًا، وبالذات لو حد عنده السُكّر أو حد ما بيحبش السُكّر كتير. ده الجلاش السينابون طلع كمان من الفرن، هاسقيه بقى. أنا عاملة هنا النوتيلا البيضا ومخففاها باللبن كإنه كده لبن مكثّف بالضبط، نفس الفكرة يعني ونفس الطعم كمان. حطيت عليها كده بالشكل ده، وبعد كده حطيت عليها خطوط من النوتيلا. إيه رأيكم في الحشوات بتاعة النهارده؟ هاستنى رأيكم في التعليقات، يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير.